دي باسم باسم الله الله الرحمن أبعد الرحيم. أعتب الله الله أكبر. أبعد الحمد لله. الدولار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي واخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلام. السلام عليكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا كله رب تمام؟ كله تمام الحمد لله والشكر لله. طبعا رجعنا لكم بعد كام يوم يعني يا ام نادين. مم؟ di quanti tempo siamo tornati? 5-6 mesi، 4 أو 5 شهور. طبعا وحشتونا جدا 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 جدا. احنا هنبتدي طبعا معاكم فيديوهات تاني ونرجع زي ما كنا الاول. بس طبعا الفيديو ديت قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا نعمل ايه يا منادين قبل الفيديو؟ بريما دي انيتيا صلى على صلى على النبي. النبي عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا اول حاجة هنبتدي بيها ان احنا عايزين ناخد رأي ام منادين كإيطالية في اللي بيحصل لاخواتنا في غزة. يعني الدعاء ليهم يا رب، ربنا يرحمهم يا رب وربنا يكون معاهم في المحنة اللي هم فيها، وإن شاء الله محنة وتزول. Volevi dire qualcosa, Munadin, prima? Vabbè, che tu hai detto già, آه Ashtuna. وعشتونا كلكم. كله. طبعا أنا بقول لنادين، أم نادين تحب تقول حاجة؟ بتقول لي أنت قلت يعني وحشتونا كلكم. يا أم نادين، Mm. che dici quello che è successo di nostro fratello, sorelle, papà, mamma in Gaza؟ إيه رأيك في اللي بيحصل في غزة؟ Allora, quello che è successo non deve succedere da nessuna parte, prima cosa. طبعا بتقول اللي بيحصل هناك ديت ما ينفعش يحصل في أي مكان يعني. Il problema è che ci stanno tante cose dietro che il 70% della popolazione mondiale non sa. طبعا بتقول في حاجات كتير ورانا يعني. ب 75% في العالم ما همش عارفين الحاجة دي يعني. برو adesso lo sanno tutti، بس Ma دلوقتي عارفين يعني. sì, ma il problema principale è la televisione. المشكلة الحقيقية التلفزيون. Perché raccontano tante cose, quasi tutte non vere. طبعا بوريكم حاجات كتيرة مش صحيحة، دي حقيقة. Adesso con i دلوقتي social scoperto tutto. c'è più, si sanno tante cose. طبعا في الوقت الحالي اللي احنا فيه في السوشيال ميديا الناس عرفت كل حاجة يعني. Ma anche prima chi voleva sapere come va una cosa, no? Come funziona una cosa, andava a cercare, si trovano. Il problema è che tanta gente si mette davanti alla televisione, il telegiornale dice così e allora è così, ma non è così. طبعا المنادين بتقول حتى الأول لو في ناس كانت حابة تدور على الحقيقة كانت هتوصل للحقيقة، بس الناس ما بتدورش على الحقيقة. الناس كانت بتستسهل وتبص على التلفزيون وخلاص، وياخدوا اللي بيقولوا لهم عليه في التلفزيون بياخدوه حقيقة وخلاص على كده يعني. على فكرة يا جماعة، أم نادين دارسة جدا جدا في الحاجة دي، وهي قالت لي حاجات كتير قوي قبل الحرب دي ما تحصل. قالت لي اللي بيحكم العالم مين، ويعني حاجات كتير قوي لو اتكلمنا فيها في الفيديو الفيديو هيتقص يعني. Se volete sapere qual è la cosa giusta e qual è la verità, non state davanti alla televisione, ma neanche troppo davanti ai social. Cioè cercate di vedere qual è meglio, perché si trova, cercano di, come si dice, di bloccarlo, bannarlo quando scrivi qualcosa o fai il video, no?
Ma poi alla fine comunque le notizie vere girano e quindi طبعا alla fine la verità si scopre qual è. بتقول طبعا دوروا على الحقيقة فين، واقروا وشوفوا على السوشيال ميديا وشوفوا في التلفزيون وشوفوا الحقيقة فين ووصلوا لها، لأن في حاجات كتير بتتحط على السوشيال ميديا بيعملوا لها بلوك. بس مهما كان الحقيقة هتظهر ومفيش حاجة بتفضل مستخبية مدى الحياة يعني. Adesso, con la situazione di adesso, tante persone si sono accorte come va il mondo, perché c'è tanto da dire su come va il mondo. Ci stanno tante cose brutte dietro. دورهم هتلاقوا حاجات كتير وحشة. لو تبحثوا صحيح وتدوروا صحيح هتلاقوا في حاجات كتير قوي وحشة ورانا. بس دلوقتي في حاجات كتير قوي اسكوبيرتا، يعني حاجات كتير قوي ظهرت. في الناس دلوقتي شافت كل حاجة يعني على الملأ، يعني كل حاجة ظهرت على الملأ ودلوقتي كل حاجة بقت بتتباع، يعني التلفزيون بيتباع. انت تقول اللي انا عايزك تقوله. يعني حاجات كلها ظهرت يعني، والحمد لله والشكر لله ان هي ظهرت. بس اهم حاجة ان احنا ندعو اخواتنا واهالينا في غزة، لان الموضوع مؤلم جدا 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 يعني. Allora, la cosa che mi ha colpito di più è che con tutta questa situazione brutta, eh, con tanti morti, tante cose brutte, comunque loro restano, e anche se alla fine c'è tanto dolore, no? Però loro rimangono lì, dicono Alhamdulillah, sanno che là è il posto loro, devono rimanere lì. E in effetti è il posto loro lì. شرط طبعا. المناديب بتقول لي الحاجة اللي عجباني وبستغربها شوية، إن مهما كان الألم عند إخواتنا الفلسطينيين، الألم والجروح، وطبعا ناس كتيرة ماتت وكده، فهم ما بيتحركوش من مكانهم، ودايما بيقولوا الحمد لله عشان عارفين إن دي أراضيهم. في سبيل برو l'altra parte se arrivano bombe si scappano. الناحية التانية لو جالهم، طبعا انتوا عارفين اللي ربنا ياخدهم التانيين، لو اتحدف عليهم بومبا بيهربوا. انتوا تعرفوا يا جماعة ان جه 750 ألف مواطن من اللي ربنا ياخدهم جم على أوروبا هنا. ده منادي lo sai che 75 Sì, lo so, te l'ho fatte vedere io tante foto, ma dall'altra parte, الناحية التانية عند اللي ما يتسموش، se va... دي اللي ما يتسموش. Aspetta, نو دي اللي ما يتسموش، le mie اللي ما يتسموش، Mezzamouche. اللي ما يتسموش. Vabbè, se voi andate a vedere tutti i componenti dall'altra parte, non sono puri. Lo sai che vuol dire puri? Chi viene dall'Ucraina, chi viene dal Marocco, chi viene dalla Serbia, chi viene dalla Polonia, non sono mischia da lì, ok? Quindi è tutta una cosa mischiata. طبعا المناديب بتقول اللي ما يتسموش الناحية التانية هم عاملين زي الكوكتيل كده. مناديب شبه الكوكتيل. Sì, pure i soldati neri israeliani non si sono mai visti. شوية من أوكرانيا وشوية من روسيا وشوية مش عارف فين. بتقول يعني ايه مجمعين نفسهم كده، يعني ده دليل يدل لك ان هي مش Sì. دولة أصلا. non è un paese questo. No, ma i soldati neri israeliani. no. تقول طبعا أنا ما شفتش سود خالص في اللي ما يتسموش. يعني ما تقوليش الاسم يا منادين، نون دي
النوم يسوونه بلوكن Ah, scusa. عشان خاطر لو اللي بيقول الاسم يا جماعة بيحذروا لهم الفيديو، طبعا مش عايزين الحقيقة تظهر، بس احنا هنظهر لهم الحقيقة يعني. No, è tutto strano, tutto gioco. è tutto strano. tutto strano. طبعا يا جماعة عشان ما نطولش عليكم، احنا طلعنا بس بالفيديو ديت عشان خاطر نشوف رأي أم نادين في الحوار اللي حاصل ديت، وربنا يا رب يحفظهم ويتحرروا من اللي هم فيه يا رب العالمين، وربنا ياخد اللي ما يتسموش بعيد عننا يعني. ده يا منادي volevi dire qualcosa prima di chiudere il video? Lo posso dire o non posso dire l'altra parola? sì sì Però quell'altro sì. sì طبعا ام نادين بقول لها عايزه تقولي حاجه، بتقول لي عايزه اقول. اتفضلي يا ام نادين قولي. Io spero che finisce presto. يا رب. طبعا بتقول لي انا بتمنى ان الحاجه دي تخلص بسرعه يعني. Anche se si vede il contrario, quasi tutta l'Italia sta dalla parte della Palestina. Se voi طبعا avete visto tante manifestazioni per la Palestina libera a Roma, Milano, بتقول طبعا احنا Napoli, tutte le كلنا città italiane stanno بتقول طبعا احنا كلنا ايطاليين، احنا قلبنا مع فلسطين، واحنا معاهم قلبا وقالبا. حتى لو تشوفوا في ال يعني على السوشيال ميديا الفيديوهات، روما، ميلانو، نابولي، Napoli, بولونيا. Bologna, dappertutto. بتقول احنا قلبنا معاكم، واحنا يعني مع فلسطين يعني، وربنا ياخد اللي ما يتسموش. اللي ما يتسموش. يلا يا جماعة هنسلم عليكم، وانتظرونا في فيديوهات جديدة، ومش هنغيب عنكم تاني. volevi dire qualcosa? Free Palestine. Free Palestine. Ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.